بيبدأ الانمي بتاعنا ببنت وهي شايله طفل صغير وبتقول ان مش عايزه حد يشوف الطفل ده، راحت حطته قدام باب ملجأ وبتقول ان هي هتدعي له علشان يكون قوي في المستقبل. وبعد سنين بنشوف شخص نزل من القطار وبيتضح ان هو الطفل ده لما كبر وبيكون اسمه صاي، وهو ماشي في طريقه بيقابل ست عجوزه وبيقرر يساعدها، لكن حفيدتها بتيجي تضربه علشان فكرته بيضايق جدتها. وبعد ما بتعرف البنت الحقيقه بتعتذر لصاي وبتقول له ان هي كانت مفكره حرامي. بعد كده بتعرفه على نفسها وبتقول له ان اسمها هاتوري وانها طالبه في مدرسه السحر، ولما بتبص على هدومه بتكتشف ان هو كمان معاه في نفس المدرسه. بيقول لها ان هو لسه طالب منقول جديد، فبتقول له بس كده خلاص من النهارده انت هتيجي معايا كل يوم. وهم مع بعض في الطريق بتساله بتقول له انت ازاي اتقبلت وانا عارفه ان الامتحان بتاع طلاب المنقولين بيكون صعب جدا. ولما عرفت ان هو قدم في المدرسه دي علشان يبقى من كبار السحرة اتصدمت، وبعدين قالت له ان هي هتقف جنبه، وده لانها من عائله سوهاريست المسؤوله عن حمايه الامبراطوريه، وانهم قطعوا عهد مع الامبراطوريه بالصداقه، وان العهد ده لو اتكسر هينتهي بموت حد فيهم. بعد ما بيوصلوا للمدرسه بتسيبه علشان تروح فصلها وهو هيروح يكمل تقديم ورقه. ولما بيروح اوكتو علشان يكمل التقديم بيقابل المشرفه بتاعته هناك واسمها توري، وهي اللي هتكون مسؤوله عنه. بعدين بتطلب من كل الطلاب يقفوا في صف واحد، وبيظهر كائن صغير شبه الغراب كده وبيكون اسمه كاراسو، والكائن ده هو اللي بيعمل فحص للطلاب وبيقول لهم مستقبلهم هيكون عامل ازاي، وكلام الكائن ده بيكون صادق جدا. وبعد ما بيجي دور اوكتو بيقول له كاراسو ان حالته الصحيه كويسه، ولكنه بيقول لاوكتو ان مستقبله هيكون لورد الشياطين. انت بتقول ايه يا عم انت؟ بيتصدم اوكتو وكل اللي حواليه بيبقوا خايفين منه، لان في قصه من 100 سنه بتقول ان في شخص حاول تدمير العالم بمجموعه من جيوش الشياطين، وساعتها الشخص ده اطلق على نفسه اللورد الشيطاني. بعدها بتاخده توري للفصل بتاعه وبتقول له بص انا عايزاك ما تقلقش، الحوار ده ممكن ينتهي بحاجه من الاتنين، يا اما بموتك يا اما الطلاب هيضايقوك لحد ما تنتحر. هو اوكتا اللي هو واقف انت بتقولي ايه يا ست يا بنتي المجنونه انت؟ بعد كده بيروح اوكتا للفصل بتاعه وبتطلع هاتوري معاه في نفس الفصل، ولما بيدخل علشان يعرف نفسه على الكل بيكون خايف منه لان الاشاعات انتشرت خلاص. اوكتا بيحاول يدافع عن نفسه لكن بيبقى من غير اي فايده. ولما الكلام بينتهي وبتخلص الحصه اوكتا لسه بيفكر ازاي هيغير وجهه نظر الطلاب عنه، او على الاقل يعني يخلي هاتوري تصدقه. في الوقت ده توري بتسالهم اذا كانت تخلي هاتوري رئيسه الفصل مره تانية ولا لا، لكن بيقوم طالب اسمه ميو وبيقول للمشرفه ان هم لازم يعملوا انتخابات علشان هو عايز اوكتو يكون رئيس الفصل المره دي، ودي هتكون فرصه كويسه علشان يثبت ان هو مش شرير ولا حاجه. لكن اوكتو بيرفض وبيقول انه مش عايز ويفضل يكون في فريق تنظيف في المدرسه. بتحس وقتها هاتوري بالاهانه وراحت تتخانق مع اوكتو بتقول ان هو اخلف وعده معاها علشان اهانها. الكل اتصدم ان في بينهم عهد اصلا، وهاتوري مسكت سيفها علشان تضربه وهو كان بيهرب منها. كل واحد من الطلاب كان بيشجع اللي هو عايزه لحد ما مسك اوكتو السيف بتاعه. فجاه بتنفجر طاقه كبيره في المكان وطلبت توري من الطلاب ان هم يستخبوا بسرعه، وحصل الانفجار الرهيب ده بسبب قوه اوكتو وهو ذات نفسه ما كانش مصدق. وبعد ما بيحصل الموقف ده كل الطلاب بيرجعوا للمساكن بتاعتهم، وبيكون ميو مع اوكتو في نفس المسكن، وبيكون كمان فرحان باللي حصل وفرحان بقوه اوكتو. لكن اوكتو بيطلب منه انه عايز يروح مساكن البنات علشان يعتذر لهاتوري، ولما بيروح هناك وبيطلع لها من الشباك بتفتكر هاتوري جاي علشان يغيظها فبتزعق له وقعته من الشباك على الارض. نزلت وراه علشان تضربه تاني وهو بيهرب منها كالعاده، والمسكن كله كان بيتفرج عليهم. ولما بيهرب منها اوكتو المكان جوه الغابه بيقابل البنت اللي بتحمي المدرسه وبتكون فاكره انه جاي لها علشان هو اميرها ولازم تحميه. 3/4 شخصيات الانمي دي رايحه منهم على الاخر. بيكون هاتوري وصلت وراه وعايزه تضربه، لكن البنت دي بتقف قدامها وتحاول تبعدها عن اوكتو. هو بقى بيدافع عن نفسه، بيطلع نفسه القوه بتاعه الصبح وبتدمر المنطقه كلها حرفيا. بتفكر البنت اللي بتحميني القوه دي طالعه منها وبتكون مبسوطه، وهي بتتكلم بيظهر نور غريب وبيطلع منه بنت اسمها كورني وبتقول ان هي المراقبه. بتطلع مسدس وبتضرب بيه على هاتوري، والغريب ان هي بترجع تاني للحياه. لكن بيتصدم اوكتو لان كورني دي انسان آلي اصلا. ولما بتصحى هاتوري بتبدا تعيط وتاخد بعدها وتمشي بسرعه بسبب الاحراج. ولما بيحاول اوكتو يروح وراها بتوقفه كورني وبتقول ان هي هتبقى تتناقش مع هاتوري بعدين، وقالت له ان مدير المدرسه ما هتعينها مراقبه لاوكتو، وقالت له ان هي محتاجه تستجوبه وتستجوب البنت اللي بتحمي المدرسه دي. ولما سمعت البنت الكلام ده بتختفي وبتهرب بسرعه. ولما بيسال اوكتو كورني مين دي قالت له ان دي اسمها سوكا، وافتكر اوكتو اسمها في الوقت ده لانها كانت معاه في نفس الفصل وكانت غايبه من اول يوم ليه. بتاخده كورني لاوضه المدير وبتدافع عنه وبتقول ان هو ما كانش في نيته يأذي هاتوري فاذا هو مش غلطان. بعدها بيطلع من اوضه المدير وبتاخده المشرفه توري وبتكون عايزاه يحكي لها على اللي حصل في الفصل، فبيقول لها ان هو استخدم كل قوته علشان ياخد السيف بتاع هاتوري ويدافع عن نفسه. بعدها اديته توري مرجع صغير وبتقول له ان المرجع ده سحري ويقدر يتواصل بيه مع اي حد. ولما بيخلص معاها كلام بيرجع اوكتو للسكن وبتفضل كورني معاه لانها تفضل تراقبه طول الوقت. وتاني يوم واوكتو في المدرسه مع ميو بيقابل رئيسه السكن بتاعه البنات واللي اسمها ايتو. قالت له انها عرفت اللي حصل مع كورني ورحبت بيه وقالت له يكلمها لو احتاج اي مساعده. ولما بيطلع اوكتو للفصل بتكون هاتوري وسوكا غايبين، والفصل كله بيقعد يبص على كورني اللي بتكون ماشيه مع اوكتو في كل مكان. بعد ما الحصه بتنتهي بيروح اوكتو للحمام وبيرن على ايتو، بيطلب منها انها تخلي هاتوري يتقابلوا علشان يعتذر لها، وايتو وافقت وقالت له انه يقابلها عند جبل العوده.
ولما قال لها ان كورني بتراقبه طول الوقت فقالت له بص هي كورني عندها ديل معين كده لو شدته بتقف لوحدها ومش بتشتغل لما حد يشغلها تاني. ولما بيكون هو وكورني ماشيين بيشوفوا كلب متحول بقوه سحريه، ولكن فجاه اوكتو بيرجع الكلب ده لطبيعته تاني وبيكون فرحان لانه اخيرا قدر يتحكم في قوته السحريه. وهو مستني ايتو بيفكر هيوقف كورني ازاي، وفضل يلف وراها لحد ما شد الديل بتاعها ووقفت. بعدين بيقابل ايتو وقالت له ان كورني لما ترجع تاني مش هتكون فاكره اي حاجه من اللي حصلت، وقالت له كمان ان هاتوري عنيده جدا ولكن هي كلمتها وان هي ممكن توافق تقابله يعتذر لها لكن هي هتكون حذره شويه. وعطته دواء سحري وقالت له ان اللي بياخد الدواء ده بيعرف مشاعر اللي قدامه، وقالت له انه يحط الدواء ده في مسدس ويضربه في هاتوري علشان يعرف مشاعرها ناحيته. ولما مشيت كان بيفكر اوكتو قد ايه هي طيبه علشان بتساعده. في الوقت ده كانت هاتوري في البيت بتفكر في اللي حصل وبتلاقي ايتو بترن عليها، سالتها عن حالها وليه غابت النهارده، فقالت لها هاتوري ان هي فعلا كانت محرجه بعد اللي حصل. فبتقول لها ايتو ان اوكتو عايز يقابلها ولو رفضت هي ممكن تقول له انه رفضت عادي، لكن المفاجاه ان هاتوري بتوافق بتقول لها ان هي عايزه تنهي الحوار ده اصلا. وبعد ما بتخلص المكالمه بتكون ايتو قاعده في مكان غريب كده وبتكلم رخص شخص محطوطه جوه برطمان واسمه اوني. قالت له ان هم شويه عيال صغيرين وان اوكتا ده هيكون عبد عندها وبتقول له ان هو يثق فيها. وبتفتكر ايتو حياتها وهي صغيره مع اخوها اوني، وفي يوم ما لقيتهوش راحت تسال امها وقالت لها ان هو فشل في مهمته ومات خلاص وما تدورش عليه تاني. وقالت ايتو ان بدل ما تزعل عليه تروح مكانه وتكون اقوى. وبتقول في الوقت ده ان قوتها ماشيه كويس مع سحره الظلام وان اوكتا هو اللي هيدمر العالم في المستقبل. في الوقت ده بيكون اوكتا وميو قاعدين في ساونا مع بعض، وما زال ميو بيتكلم عن الاشاعات اللي بيسمعها وان اوكتا هزم هاتوري. وفي اشاعات بتقول ان دلوقتي اوكتا بيغوي زعيمه السكن بتاعه البنات اللي هي ايتو، لكن طبعا دي شائعات ومفيش اي كلام منها صحيح. والطلاب بيقولوا ان اوكتا ماشي في الجانبين بتوع المدرسه. ولما سال اوكتا ايه هما الجانبين دول قال له ميو ان المدرسه متقسمه جزئين، الجزء الاول وهو عباره عن طلاب بيشتغلوا في حركه سريه وبيستخدموا السحر الاسود في اعمال وحشه ولكن ما يعرفوش مين الزعيم بتاعهم، ولكن السحر الاسود ده ممنوع استخدامه اصلا. علشان كده بقى يجي الجزء الثاني وهو اللي بيتمثل في هاتوري والطلاب اللي معاها، وانهم بيحاولوا يهزموا طلاب السحر الاسود دول لان هاتوري عندها حس عالي بالعداله. بعد ما بيطلع اوكتا من الساونا بترن عليه وبتقول له انها رتبت له ميعاد مع هاتوري. وفي اليوم اللي بعده بيروح يقدم اوكتا في فريق الانضباط بدل فريق التنظيف لان ايتو عرضت عليه ده وهو وافق، لكن ما يعرفش ان الفريق ده تبع الجزء الاسود اصلا، او بمعنى تاني عن الجزء اللي بيستخدم السحر الاسود. واتعرف هناك على اشخاص منهم رئيسه المجلس السريري والنائبه ميشي وامينه الصندوق كانا والسكرتيره اورنو. وبعد ما بيقدم ورقه بيسيبهم وبيمشي. بيرجع اوتو تاني علشان ياخد المسدس والادويه وبيفكر ازاي هيوقف كورني، ولكن بتدخل عليه سوكا في الوقت ده علشان تطلب من اوكتا انه يخلي طبق الحلويات بتاعها عنده علشان ممنوع تاكل الحاجات دي في المدرسه. قعدوا يتكلموا لحد ما اوكتو اتخانق من سوكا ومشاها، وبعد ما بتمشي بيقوم اوكتو علشان يمشي وسحب ديل كورني علشان يوقفها. بيروح للمكان اللي قالت له عليه اوكتو لكن بيجي حد من وراه في الوقت ده وبيضربه. بعدها بيقوم اوكتا ويلاقي كام طالب بيحاولوا يضربوه، فبتحضر تاكت اوكتا وبيبدا يضرب فيهم بكل قوه بيهزمهم. ولما بيسالهم انتوا بتهاجموني ليه قالوا له علشان انت سجلت في لجنه الانضباط والمفروض تكون متوقع اي هجوم في اي وقت. بيطلعوا ميو من معاهم وبيكون متدمر من كتر الضرب اللي ضربوه ليه وبيساوموه بيه اوكتو، ولكن ده بينرفز اوكتو اكتر وبيضربهم بقوه اكبر. لكن بتتدخل هاتوري في الوقت ده وبتشوف اللي هو عمله وقالت له ان هي كده شافته على حقيقته خلاص، وهو حس انه خلاص مش هيقدر يعتذر لها تاني وانها شافت صوره تانية عنه. ولما بيطلع المسدس علشان يضرب عليها في الوقت ده لقى الطلقات مش موجوده واتصدم من اللي شافه، وده نايل الموضوع اكتر مع هاتوري وخلاص ما عادتش طايقاه. معقوله تكون ايتو كانت مخططه لكل ده من الاول؟ معقوله تكون هي السبب في اللي بيحصل ما بين هاتوري واوكتا ده؟ بتتكلم هاتوري معاه في الوقت ده بتقول ان هي مش قد قوته لكن هي هتعمل المستحيل علشان تهزمه حتى لو هتموت نفسها، وانه يستعد بقى علشان هي هتجمع كل طلاب المدرسه علشان يهاجموه. ولما بتمشي بياخد اوكتو ميو علشان يعالجه. في الوقت ده كانت ايتو بتتفرج عليهم من البلوره السحريه، ولما سالها اوني هي ايه الادويه اللي عطتها له دي فقالت له ان هي حبوب تخليهم يقسموا ليها بالولاء. يا بنت الجنيه، يعني كل ده كان من تخطيطك من الاول ولا اوكتو من العبيطه ده اللي كان فاكرك طيبه كل الفتره اللي فاتت دي ولحد دلوقتي وحياتك؟ ولما بيرجع اوكتا للبيت بيفتح كورني علشان تعالج ميو وحكى لها على اللي حصل. كورني قالت له ان هي ما شافتش حاجه فمش هتقدر تعاقبه، لكن هو لازم يتحمل المسؤوليه، وهو وافق ان هو يتحمل المسؤوليه. علشان كده راح للمشرفه توري، والمشرفه توري قالت له ان هاتوري حكت لها على كل حاجه، وقالت له توري في الوقت ده ان هو يستسلم ويتجهز لموته، وهي كانت سعيده جدا. وبنت المجنونه دي سعيده علشان قالت له ان هو بعد ما يموت هتعمل على جسمه ابحاث وتعاويذ سحريه وتعيده للحياه مره تانية. ما بتتعاملش معاه لانه بني ادم وبتتعامل معاه لانه فار تجارب. اوكتا كان محتار لانه عايز يفوز في القتال اللي هيحصل ما بينه وما بين هاتوري، لكن الدمار هيزيد في
المدرسه، وفي نفس الوقت عايز يسكت بس الطلبه مش هيسيبوه في حاله. وبالليل هاتوري بتجهز نفسها علشان تحاربه وبتفكر انه هيأثر عليها وانها عايزاه، ولكن على طول بتغير فكره ان هي معجبه بيه علشان هو اللورد الشيطاني. تاني يوم كانت واقفه هاتوري مع جيش من الطلاب علشان يهاجموا اوكتا، واعلنت ان هي هتحاربه لانه حاول يسيطر على المدرسه علشان تبقى بدايه سيطرته على العالم، وان الهجوم ده هيكون لساعه واحده بس. وكان اوكتا بيتفرج وبيسمع كل اللي بيتقال. ولما خرج ميو علشان يساعده زي ما اوكتا ساعده، رفض وقال له انه هيحاول يهرب الساعه دي وبس. فضل اوكتا يهرب لحد ما طلع فوق سطح المدرسه، وطلعت وراه هاتوري. قالت له انه مش هيقدر يهرب منها، وحتى لو هرب ففي غيرها كتير قوي هيهاجموه. طلب منها اوكتا انها توقف رغم ان هو عارف ان هي مش بتسمع كلامه. وبعدين لما حاول يدافع عن نفسه لقى نفسه ان هو مش عارف يستخدم قوته وانه كده هيموت. وهاتوري قالت له ان مفيش قدامها اي حل تاني علشان تمنع السيطره بتاعته، ولازم تقتله النهارده ودلوقتي. في الوقت ده بتتدخل سوكا وبتقلب الموضوع على هاتوري علشان توقف الحرب دي، وبتقول ان هاتوري عملت كل الحوار ده علشان زعلانه من حبيبها اللي هو اوكتا. والطلاب اول لما بيسمعوا الكلام ده بيبداوا يتعصبوا من هاتوري واستعدوا علشان يهاجموا الاثنين اوكتا وهاتوري. ولما سالها اوكتا هتعمل ايه، قالت له ان مفيش قدامها حل غير انها تعترف بغلطها. ولما كانوا لسه هيدافعوا عن نفسهم ظهرت كورني ورمت تعويذه ومسدسها. ولما سال اوكتا سوكا عملت ايه، فقالت ان هي اخذت الدواء اللي كان معاه وخلطته بالحلوى اللي خبتها عنده، وخلت كورني ترميه بمدفع على الطلاب، والدواء ده هيخلي الطلاب مسالمين لفتره قصيره. هو بتقول له كورني انها لما حللت الدواء ده لقيت ان في نوع من السحر الاسود، ولكن مفعوله مش سريع قوي، بيستمر لمده نص يوم وبس. وبكده يكون اوكتا اكتشف خطه ايتو، ولكن الخطه بتاعتها فشلت بسبب مساعده سوكا وكورني. في اليوم اللي بعده بيكونوا الطلاب واقفين في ساحه المدرسه، وبتطلب منهم المشرفه توري ان هم يعملوا المجموعات مكونه من 2 علشان يتدربوا على قوتهم. وطلب اوكتا من ميو ان هو يبقى شريكه، ولكن ميو رفض وقال له ان هو مش في نفس قوته. وهم بيتكلموا كانت بتتفرج عليهم ايتو من بعيد، وشكلها متعصبه من اوكتا وبتفكر ازاي تخليه يقسم بالولاء ليها بخطه تانية. وكان لسه اوكتا وميو بيتكلموا، وقال اوكتا لميو انه يروح يتدرب مع سوكا، لكن ميو قال له ان هي من غير فايده في السحر وما تعرفش تتدرب وكده. واوكتا كان فاهم ان محدش يعرف قدره التخفي بتاعتها غيره. بعدها بيفضل اوكتا واقف لوحده من غير شريك، وبتيجي هاتوري تساله هو واقف كده ليه وانه يستعد علشان يتدرب معاها. بيبداوا يتدربوا، وقالت له هاتوري ان التدريب هدفه هو التحكم في السحر. بتحدف له كره سحريه وقال لها ان الحوار ده سهل وانه يقدر يتحكم في قوته عادي. حدف لها الكره بهدوء، لكن الكره انفجرت وفجرت الساحه كلها. بعدها بيفضل اوكتا قاعد لوحده لحد ما بتيجي المشرفه وبيسالها اوكتا عن حل هاتوري. فقالت له ان هاتوري كويسه بس اغمى عليها من الصدمه. فبيعتذر عن اللي حصل، وقالت له المشرفه ان هو محتاج يتحكم في قوته وعقله كويس قوي علشان ما يعرضش زمايله للخطر. عرضت عليه في الوقت ده ان هو يروح اوضه التامل والسيطره على العقل والقوه، وفي الاخر هيضطر اوكتا ان هو يروح حتى غصب عنه. بيرجع اوكتا للبيت وبيحضر الحاجات اللي هو محتاجها من اكل وشرب، وكورني كانت بتتفرج عليه وقالت له ان هي هتيجي معاه، ولكن هو كان رافض وقال لها ان دي اوضه التامل وانا لازم اكون فيها لوحدي، لكن هي راحت معاه بالعافيه. وفي الوقت اللي كان في اوكتا رايح لاوضه التامل بتكون ايتو بتفكر ان دي فرصتها علشان تخلي اوكتا يكون تابع ليها. لما بيوصل اوكتا للاوضه بتاعته بتكون فاضيه واوضه عاديه جدا بس فيها علامات على الحيطه علشان تساعده، ولكن وهو قاعد بيتكلم مع كورني بيشوف حاجه بتمشي قدامه. لما بيمسكها بتطلع سوكا كانت متخفيه وقاعده في الاوضه من الاول. وكده فضل اوكتا قاعد مع كورني وسوكا في الاوضه وهو مش عارف لا يتامل ولا يعمل اي حاجه. ولما بيسند اوكتا ظهره على الحيطه بيلاقي ان ورا ظهره خريطه، ولما بيقرا اللي عليها بيكون مكتوب ان هيظهر الكنز بعد ما الشخص يجمع ال3 مفاتيح اللي مطلوبين منه. سوكا كانت فرحانه لانها مفكره ان هي هتاخد كنز زي بتاع القراصنه وكده. وفي الوقت ده كانت ايتو واقفه بره وماسكه المسدس بتاعها، بتقول ان هي لازم تضرب اوكتا بالطلقه دي، والطلقه دي طلقه هلوسه، وبعدها تدخله علشان يقسم ليها بالولاء. لكن ده مش بيحصل لان سوكا فضلت تعيط لاوكتا علشان يدخلها الحمام، ففضلت تخبط على الباب لحد ما ايتو فتحت لها. ولما شافت ايتو الخريطه اللي في ايد اوكتا اخدتها منه وشكرته ومشيت بسرعه. واوكتا بيكون مستغرب من ردة فعلها الغريبه دي. بترجع ايتو لاوضتها وتدخل نفس المكان الغريب اللي كان في راس اخوها، وبتساله اذا كان يعرف الخريطه دي ولا لا، لكنه قال لها ان هو مش فاكر اي حاجه بما ان ذاكرته اتمسحت قبل ما يموت. وتاني يوم ايتو بتكون في المدرسه وبتفكر في اللي حصل امبارح وازاي اخوها مش فاكر اي حاجه. بتيجي بنت تقف جنبها في الوقت ده وبتقول لها انا اسفه ان انت مش قادره تخلي اوكتا تابع عليكي. بتصدم ايتو لان محدش يعرف اللي هي بتعمله، فيا ترى البنت دي عرفت ازاي. فبتسالها ايتو في الوقت ده هو انت من هنا من المدرسه؟ ردت عليها البنت وقالت لها ما تقلقيش انا عندي تصريح لدخول المدرسه، وبعدها بتسيبها وبتمشي. بتسمع ايتو صوت دوشه كتير من الطلاب، ولما بتروح تشوف في ايه بتلاقي صوره الخريطه ملزوقه في كل مكان في المدرسه. بتتعصب جدا وبتروح اوضتها مش بتلاقي الخريطه وبترجع للمدرسه مره تانية. بتروح بعد كده تتخانق مع اوكتا لان بتكون فاكراه هو اللي سرق الخريطه بتاعتها، لكن بيقول لها ان هو ما يعرفش اي حاجه. هو بعدها بيقول لها ان هو عارف مين اللي سرق الخريطه لانه لقى سوكا بتطبع الخريطه وبتلزقها في كل مكان في المدرسه. ولما بتسالها ايتو انت بتعملي ايه، قالت لها سوكا ان هي بتساعد الطلاب علشان ياخدوا الكنز. لما بيرجع اوكتا للفصل بتاعه بيفضل قاعد هناك وبيلاقي ان في طلاب كتير مصابين، وبيكتشف ان في اكتر من 18 مصاب تمت مهاجمتهم بسبب وحشه لما راحوا يدوروا على الكنز. ولما بيروح اوكتا لجنه الانضباط بيقابل الرئيس الريري وبيقول لها ان هم هيعملوا اجتماع علشان يعلنوا فيه ان ممنوع يدوروا على الكنز لانه خطر جدا.
جدا. ولما جه اوكتا يتكلم في الاجتماع ما حدش صدقه لان هم مفكرين ان هو بيعمل كده علشان ياخد الكنز لوحده. الكل بيقلب عليه وفجاه بتظهر بنت، ودي نفس البنت اللي قابلت ايتو الصبح وكانت عارفه خطتها. بتقول له بما ان البحث عن الكنز خطر فاحنا ما حدش فينا مصدقك، انت ممكن تروح تدور على الكنز علشان تثبت كلامك ده. والكل بيوافق وهو كمان بيوافق. كانت لسه هتمشي لكن هو بيوقفها وبيسالها عن اسمها فبتقول له ان اسمها ايكو. وبعد كده بيروح اوكتا لمكتب الانضباط علشان يستعد وياخد التصريح انه يروح. بترن على ايتو لما بيتقابلوا بتديله مسدس وقالت له ان في رصاصه سحريه هتساعده علشان يدافع عن نفسه لو حصل له اي خطر. فجاه بتجيله ايكو مره تانية وبتقول له ان هي هتروح معاه. وهم ماشيين بالليل بيوصلوا المكان زي سرداب كده. بتاخد كورن الخريطه وبتقرا اللي فيها وقرات كلمات زي التعويذه. وفجاه بتسمع صوت من جوه السرداب. ولما بيدخلوا السرداب بيكون عباره عن مقابر كتير ودي مقابر الناس اللي ماتت في الحرب الاخيره. وقال اوكتا ان هم لازم يدوروا على المقبره اللي الاسم اللي موجود في الخريطه مكتوب عليها. فجاه بتظهر لهم رياح قويه جدا وبتطلب منهم ان هم يمشوا من هنا بدل ما يموتوا. ولكن ايكو بتعمل فيها الشجاعه وبتروح تحاربها ولكن للاسف بترجع مهزومه. وقتها بيطلع اوكتا المسدس اللي معاه وبيضرب على الرياح وفعلا الرياح دي بتختفي من المكان. بتظهر المقبره اللي بيدوروا عليها من وراهم في الوقت ده وبيكون مكتوب عليها اسم ياماتو. وفي نفس الوقت لكن عند هاتوري راحت الاوضه لاوكتا علشان تدور عليه لكن ما لقتش حد. فراحت لاوضه سوكا وصحتها وسالتها اوكتا فين. فقالت لها سوكا على اللي حصل في الاجتماع. ولما عرفت هاتوري ان ايكو راحت مع اوكتا اتصدمت بسرعه وخرجت علشان تروح لهم. بنرجع تاني لاوكتا لما لقى المقبره فتحها وطلع منها لعبه صغيره بتتكلم. واللعبه دي كانت بتاعه اوني اخو ايتو. ودي كانت وسيله الاتصال ما بينهم وهم صغيرين. في الوقت ده ايتو بتشوف كل حاجه من البلوره السحريه بتاعتها وراس اخوها قال لها انه فاكر اللعبه دي وهي اتعصبت عليه. بتقول له يعني انت فاكر اللعبه دي ومش فاكر الخريطه؟ لكنه رد عليها وقال لها انه هو فعلا مش فاكرها. فجاه بتسمع ايتو صوت خبط في الاوضه وبتظهر سوكا وكانت سعيده لما شافت البلوره السحريه دي. طلبت سوكا من ايتو في الوقت ده ان هم يروحوا هناك عند اوكتا لانها لو راحت هتقدر تعرف معلومات اكتر عن اخوها. فايتو بتوافق. نرجع بقى تاني عند اوكتا لما بيكملوا في طريقهم بيدخلوا القريه وبتكون مدمره بسبب الحرب. بيشوفوا درع على شكل بني ادم لكن اوكتا بيقول ان ده تمثال ومش هيتحرك ابدا. ولكن في لحظه بيقوم الدرع ده وبيهاجمهم. اوكتا في الوقت ده بيقدر يستخدم قوته الصح بعد ما قدر يتحكم فيها. وبعد ما الدرع هرب منهم كانت ايكو لقت موبايل هناك. ولما شاف اوكتا الموبايل فتحوا لقى ان دي تكمله لطريقهم وان المفروض بعد ما يوصلوا للمكان الصح يحط بصمه ايده على الموبايل ده علشان يسجل. وسال اوكتا فين الكهوف الجريئه اللي المفروض يروحوها ومحدش كان عارف. فطلعت كورني من شنطتها زي جهاز كده بيعرفهم المناطق وكملوا مشي وراها. لما بيوصلوا للكهف بيكون كهف عادي لكن جواه بحيره والمفروض ان هم عدوا منها علشان يروحوا للجانب التاني واوكتا نازل فيها علشان يروح. في نفس الوقت ده كانت هاتوري في البحيره ولما سمعت صوت مسكت السيف بتاعها واستعدت للهجوم ولكن وقفت اول لما شافت اوكتا. ولما لقيت ايكو معاه طلبت من اوكتا ان هو يبعد عنها وقالت له ان دي عامله مبعوثه من الامبراطوريه. بعدها بتلاقي ايكو مفتاح في الجانب التاني من البحيره وبتديه لاوكتا وبعد كده بتمشي بسرعه. بيقعدوا الاثنين يتكلموا وقالت له هاتوري ان ايكو دي عميله منافسه ليها. ولما بيلاقوا سوكا وايتو داخلين عليهم بيسالهم هو انتوا بتعملوا ايه هنا؟ طلبت ايتو ان هو يوريها اللي معاه فطلع لها الموبايل واللعبه والمفتاح. ولما بتفتح ايتو المفتاح فجاه بتختفي في دايره غريبه وكلهم بيدخلوا معاها فيها. وجوه الدايره دي بقى بيقابلوا رئيسه لجنه النظام ريري واتصدموا ان كل ده لعبه منها وهم نجحوا فيها. لكن ايتو ما بتهتمش بده وكملت للاخر لحد ما وصلت لمكان زي القلعه كده. ولما كان اوكتا هيروح وراها منعته ريري وقالت له ان ده المكان بتاع لورد الشياطين القديم وان لو اللورد القديم والجديد اتقابلوا كده هيثبت حقيقه ان اوكتا هو اللورد المستقبلي وهو مش عايز ده. لما بتوصل ايتو وبتعمل الخطوات وبتسجل البصمه بتاعت ايدها بيظهر لها تنين وقال لها ان هي اللي نشطت النظام بتاعه وان لازم تكون عندها المؤهلات وتكون قويه ولو مش مؤهله فهو هيقتلها. لما بتركز في عين التنين ده بيظهر لها حياه اخوها زمان وطريقه موته وكلهم شافوا ده معاها. وقتها اوكتا قرر ان هو يساعد ايتو وما اهتمش بالنتيجه وراح يحارب التنين ده. وانضمت له هاتوري وقالت له ان هي هتساعده. ولما بيهزم اوكتا التنين بيساله اسمه ايه وقال له ان اسمه بيتر هازون. فالتنين بيقول لاوكتا ان ممكن يغير اسمه في اي وقت واوكتا ما بيكونش فاهم اي حاجه. بيتكلم التنين وبيقول له بما ان صحيت فانا هحتاج لقائد علشان يوجهني وبما ان اوكتا اللي هزمني فهو هيبقى القائد بتاعي. هو بيصر التنين ان اوكتا يفضل قاعد معاه وريري بتفضل تتريق عليه. بيقول لها اوكتا اسكتي انا ما كنتش محتاج كل ده انا كنت عايز اكمل المدرسه الثانويه بتاعتي بهدوء. في الوقت ده بتتكلم كورني مع اشخاص عواجيز وبيطلبوا منها ان هي توقع اوكتا عن طريق ان هو يحبها وانهم هيسيبوا لها حريه التصرف ولكن لو فشلت فهتتحمل هي المسؤوليه. ولما سالت اذا كان عقابها هيكون الطرد ولا لا قال لها واحد منهم ان هم هيتكلموا في الموضوع ده بعدين. اما بعد كده بشويه ففي يوم بيتعمل لطلاب اسمه مدرسه شاطئ البحر وبيروحوا الطلاب علشان يلعبوا ويستمتعوا سوا. اوكتا بيكون قاعد مع سوكا على البحر في الوقت ده لانه ممنوع يروح مع الطلاب. فجاه بتيجي من ورا كورني وبتعمل تصرفات غريبه واوكتا بقاله فتره ملاحظ ان هي بتعمل التصرفات دي. وبيفتكر اوكتا لما المشرفه قالت له ان هو ممنوع يروح لشاطئ البحر مع الطلاب كان زعلان علشان عايز يستمتع وبيفكر الطلاب هيعملوا ايه هناك دلوقتي. كورني حكت له اللي هم بيعملوه هناك وبدات تتصرف معاه بطريقه غريبه وكل شويه تقرب منه علشان مستنياه يحبها لكن هو مش
مش مهتم بيها اصلا غير انها المراقبه بتاعته. قالت له كورن ان هو يقدر يروح لهناك وان هي هتكون المسؤوله عنه. وفي اليوم اللي بعده بتروح كورن تسحبت ضربه علشان يروح البحر، وهو اتخنق من تصرفاتها وسالها ليه بتعمل كده، فقالت له الحقيقه وان هي عايزاه يحبها، فقال لها ان هو مش بيشوف غير المراقبه بتاعته بس. بعد كده بيغير الكلام معاها وبيقول لها ان هم اتاخروا على المدرسه، ولما بيروح للمدرسه بيتخنق اكتر من تصرفات كورني اكتر. اخر لما بيزهق منها بيروح للقطه بتاعته، بيخش جوه دايره كده وفجاه بيروح لمكان التنين بيتر. بيتفاجئ التنين وبيستغرب ان هو جاي له دلوقتي، وقال له اوكتا انه جاي هنا علشان يهرب من كورني. بعد كده بنشوف اوكتا وسوكا نايمين جنب بيتر، وقال له بيتر ان سوكا اول انسانه تنام جنبه وما تكونش خايفه. فبيقول له اوكتا ان سوكا عندها شخصيه مميزه وطفوليه، واوكتا بيتكلم بيلاقي حد بيضربه من وراه وبيتصدم انها كورني بتعمل دور الغيرانه بسبب الكلام اللي قاله عن سوكا، ولما بيتدخل بيتر بتزعله بتقول له يخليه في حاله. بعد كده بنشوف اوكتا على الشاطئ ولا هاتوري واقفه قدامه متعصبه وبيتخانقوا زي كل مره على حاجات تافهه. هو بعد ما مشيت راح وراها علشان يعتذر لها، وهي قالت له بما انه لازم تقبل اعتذاره فهتقضي معاه اليوم ده. قرروا ان هم يروحوا يلعبوا في الميه، وراحت معاهم سوكا وبداوا يلعبوا ويستمتعوا كلهم. وهم بيلعبوا مسكت سوكا خيار البحر وقعدت تلعب بيه، ولكن هاتوري كانت خايفه لانها مش بتحبه. ولما رميته سوكا على هاتوري قعدت تصرخ ومسكت في رقبه اوكتا علشان يساعدها. بعدها حست بالاحراج وبعدت عنه، وقالت له انها حتى لو خايفه مش هتطلب منه المساعده، ولكن هو ساعدها وقال لها ان هو بيحس بالراحه معاها زي اول مره اتقابلوا فيها. وقال لها ان بسبب مزاجها الحاد في المدرسه فكر ان وجوده بيضايقها وانه ما كانش قادر يحس بالراحه معاها في الفتره الاخيره. بعدين هي سالته ليه بينادي سوكا بطريقه عاديه ولكن بيتعامل معاها هي بلغه الاحترام، وان هي كمان صديقته وان لازم يناديها عادي من غير القاب. وهم بيتكلموا جت كورني من ورا هاتوري وقعدت تضايقها، فزعق لها اوكتا وبيسالها ليه بتضايق الناس، واذا كانت هي بتراقبه يبقى ملهاش اي دعوه بحد وازاي تسبب له الاحراج كده. اعتذرت لكورني وسابته ومشيت، ولما سالته هاتوري هي مالها قال لها ان هو ما يعرفش. بعد ما بيخلصوا يومهم في البحر بيطلعوا، لكن طول الوقت اوكتا كان حاسس ان في حد بيراقبه. واوكتا ماشي مع سوكا وهاتوري بيشوفوا ميو وهو رايح ورا اوكتا. بيسالوا اوكتا هو رايح فين، فميو بيقول له ان المنطقه دي قريته الاصليه وهو رايح لبيته. ولما سالوا اوكتا هو ليه ممنوع ان هو يروح البحر، فقال له ميو ان اهل القريه عندهم اسطوره عن اللورد الشيطاني، وان اللورد الشيطاني لو راح البحر فده انذار ان في وحوش شيطانيه هتظهر في نص البحر بالليل. فقال له اوكتا ان دي خرافات اخترعها اهل القريه وان ملهاش اي اساس من الصحه. بدا ميو يزعق لاوكتا وقال له ان هو مش حاسس بده علشان هو قوي وسابه ومشى. اوكتا فضل واقف يحاول يستوعب اللي حصل وايه علاقه قوته بالاسطوره دي. في الوقت ده كانت ايتو واقفه مع التنين بيتر وبتقول له عن احلامها ومستمتعه، لحد ما بتدخل عليهم ريري وبتقول لها ان هي عندها اخبار سعيده. قالت لها ان مجلس الطلبه قرر انه هتوفر مكان لاوكتو، وان وجود بيتر في المكان ده غير قانوني لكنه هيفضل زي ما هو. وقالت لهم ان كورني بيستخدمها اشخاص عواجيز علشان يوقعوا اوكتا. وقالت لها كمان ان في مناقشات بين القاده العليا ووزاره الاستخبارات السحريه علشان يستخدموا اساليب مكافحه السحر الاسود. فردت ايتو ان دي اخبار حلوه لكن هي كده هتبقى عدوتهم لان ايتو بتشتغل تبع سحره الظلام. فردت ريري عليها وقالت ايا كانت اللي القياده العليا قالته هي هتحارب سحره الظلام مهما كان. وقبل ما ريري تمشي قالت لايتو انها تخلي الحوار ده سر ما بينهم. بعد ما مشت بيقول التنين ان ريري دي بنت نشيطه قوي وانه هيسمع كلامها وهيخلي الحوار ده سر. ولما بتفتح ايتو موبايلها علشان ترن على اوكتا بتلاقي ان هي ممنوع ترن عليه. بنرجع تاني بقى لاوكتا وبيروح يقعد على سلالم المدرسه وبيقابل سوكا وبيقعدوا يتكلموا، وبتقول له سوكا على اللي حصل مع ايتو وانها مش عارفه ترن عليه وان في اشخاص بيراقبوه. بعد كده بتطلع عصير من معاها وبتقول له انه طعمه حلو قوي وهتخليه يجربه. ولما بياخد اوكتا منها الكوبايه وبيشم ريحتها وبيلاقي ان فيها كحول، ولقاها واقفه قدامه بغير اتزان وهي سكرانه لحد ما نامت جنبه. وفجاه بتيجي من وراه كورني وبتضربه وبيسالها انت ليه عملت كده. قالت له ان مفيش وقت ولسه هتكمل كلامها، لكن سمعوا صوت ضرب نار وبيبص اوكتا على كورني وبيتصدم لما بيلاقيها واقعه على الارض. وبيكتشف ان الطلقه فعلا صابتها، وبعد ما الطلقه جت في كورني بيجري عليها اوكتا علشان يساعدها، لكن هي بتقول له ان هي كويسه ولكن عايزه تساله سؤال. وسالته كورني اذا كان بيحب سوكا ولا لا، لكن هو تجاهل سؤالها. ولما حاول يساعدها بعدته قالت له ان هي كويسه. بيعتذر منها اوكتا لكن هي بتقطع بتقول ان هي فشلت وان مهمه مراقبته خلاص انتهت وبتودعه. بتفتح باب سحري ولما دخلت اختفت جواه، وبعدها بتفوق سوكا من الكحول اللي كانت فيه. ولما شافت اللي حصل قالت لاوكتا ان هي افتكرت لما ايتو كلمتها وقالت لها ان كورني عندها امر انها تخلي اوكتا يقع في حبها، وان في حاله فشلها في المهمه دي فهي هتنتهي مراقبتها عليه. وقتها بيفهم اوكتا هي ليه بتقول ان هي فشلت ولازم تمشي. في الوقت ده كان مي وصل لبيته خلاص وجت اخته تقعد معاه. بتقول له ان ابوه وامه قاعدين مع الجيران، ولما سالت اخوها ان فعلا في لورد شيطاني عندهم رد عليها وقال لها ايوه وكمان بيكون صديقي. فقالت له اخته يبقى كلام مستقبله صح وان ميو هو البطل. لكن في الوقت ده بيسمع ميو كلام الجيران وانهم بيتريقوا عليه عشان مستحيل يكون بطل وهو جبان. فزعل ميو وقام يمشي وقال لاخته ان هو هيرجع السكن تاني. في اليوم اللي بعده بيسمع اوكتا ان في شخص عايز يقابله، ولما بيروح بتكون اخت ميو. بتساله اذا كان هو لورد الشياطين ولا لا، لكنه قال لها ان هو مش كده بس الناس بيقولوا عليه كده. وفجاه دخل ميو وسال اخت يوكو هي جت ليه هنا. ولما عرف اوكتا ان دي اخت ميو اتفاجئ من سؤالها اذا كان ميو بطل ولا لا. اوكتا بيرد عليها وبيقول لها
لها لا، لان ميو هو مش عايز يكون كده. يوكيو زعلت ومشيت في الوقت ده، وراح وراها ميو وسوكا. لما فضل اوكتا لوحده مع هاتوري سالته انت ليه عملت كده، انت ما انتش فاهم اي حاجه. قال لها اوكتا ان هو عمل كده علشان فهم ميو كويس. ميو نفسه يكون البطل بس هو خايف يقول للكل علشان عارف ان هو جبان. في الوقت ده ميو كان لسه بيدور على اخته ومش لاقيها، وقف مع سوكا قدام بحيره وقالت له ان ما كانتش تعرف ان هو البطل، لكن هو قال لها ان هو مش بطل ولا حاجه، وان الاسطوره بتقول ان البحيره دي في تحتها كهف، والكهف ده في حجرين جواهم سيف، واللي يسحب السيف ده هيكون هو البطل. وقال لها ان الاسطوره دي هي اللي عملتها عائلته واجداده من زمان، وهو شايف ان دي مجرد خرافات. فجاه بيسمع صوته لما بيروح يشوفه، بيكون في شخص غريب وعمال يعمل حاجات مرعبه كده، وطلع زي وحشه من نص البحيره. ميو شاف اخته وهي واقفه هناك، ولكن لما الراجل ده شافها قال ان لازم البنت دي تموت علشان شافت هو بيعمل ايه. ولما راح ميو يدافع عنها ضربه وبعدين رماه جوه البحيره. ولما يوكيو شافت اللي حصل اغمى عليها من الصدمه. بالليل لما بيوصل اوكتا وهاتوري وشاف اللي حصل وان يوكي وسوكا مربوطين، كانوا عايزين يهاجموا الراجل ده، ولكن هو بيتكلم معاهم في الوقت ده وبيقول لهم اعرفكم بنفسي، انا اسمي مستر اكس. وبيكمل كلامه بيقول له ان هو كان متوقع ان اوكتا يفهم اللي حصل بالشكل واضح، وفهم اوكتا ان الشخص ده اللي كان بيطارده امبارح بعد ما طلعوا من البحر وهو ما كانش عارف مين. وبيقول له اكس انه كان مستني ياخد شرف ان اللورد يتفرج عليه وهو بيقتل يوكي وسوكا زي ما قتل ميو بالظبط. وده طبعا كانت صدمه لاوكتا واتعصب وراح يضرب اكس علشان ينتقم منه. حذرته سوكا ان هو ما ينفعش يقتله، واوكتا بيساله هو عايز ايه. قال له اكس انه عايز اوكتا يتفرج عليه وهو بيتذمر القريه. بداوا الاثنين يضربوا في بعض، وكان اكس بيستخدم سحره اللي هو الصوت العالي، وكانت هاتوري بتتفرج وهي بتحمي يوكي وسوكا، وقالت ان المفروض اوكتا بسحره وقوته ما يتاثرش بضربات اكس. في الوقت ده كان ميو تحت الميه بيفكر انه شخص جبان وما عرفش يحمي اخته ولا صديقته، وانه مش لازم يموت بالطريقه دي. ولما بيوصل للقاع بيلاقي فعلا الكهف اللي كان بيتكلم عليه من شويه، وجوه الكهف ده بيكون في السيف اللي مذكور في الاسطوره. ولما بيحاول يطلعه ما بيعرفش لان كل تفكيره انه مش هو البطل، ولكن لما بيهدى افكاره وحس من جواه ان هو فعلا البطل سحب السيف بكل سهوله واتسمى في الوقت ده باسم الشجاع. بنرجع تاني للحرب اللي فوق ما بين اوكتا واكس، واخيرا فهم اوكتا ايه هي قوه اكس الحقيقيه، وبيعرف كمان ان هو يقدر يستخدم نفس قوته. فعلا بيقدر يضرب اكس بقوته ويصد هجماته، لكن بيظهر نور غريب وبيضرب اكس بقوه كبيره جدا. بتظهر كورن بعدها وقالت له انت ما تعرفش تعمل اي حاجه من غيري. اوكتا بيكون متفاجئ ان هي رجعت ويسالها ازاي، فقالت له كورني ان هي عملت صفقه جديده. بعد كده قالت لهم ان اكس ده عضو في الاستخبارات السحريه، وان افعاله دي غير مناسبه وانه لازم يموت دلوقتي. قتلته فعلا، ولكن ما زال الوحش اللي في نص البحيره موجود. الوحش بيكون داخل على اهل القريه علشان يموتهم، ولما راحوا كلهم علشان يتخلصوا منه ظهر كائن غريب دمر الوحش ده في ثواني، وده بيكون ميو. بعدها بيرجع ميو لشكله الطبيعي، واوكتا كان مصدوم لانه مفكر انه مات، ولكن ميو قال له على كل اللي حصل. ولما بيرجعوا البيت بتحكي كورني ان مكتب الاستخبارات السحريه عارف ان في شخص بيخالف القواعد زي اكس، وهي استخدمت ده علشان تهددهم وترجع تاني لمهمتها. ورجعت تاني كمراقبه لاوكتا، وقالت ان خطتها مش انها تحبه لكن انها ترشده لشخص كويس يحبه. طلبت منه في الوقت ده ان هو يتجوز هاتوري، وهاتوري اتصدمت جدا وسابتهم وطلعت تجري زي الهبله. فبيقول لها اوكتا هو انا ليه احب شخص مش بيحبني؟ فقالت له كورني ان هي عندها احساس بده. بتدخل ايكو في الوقت ده على شخص، وبيكون الشخص ده هو نفسه اللي محى ذاكره اوني اخو ايتو. بتقول له هو مش المفروض كان اوكتا يموت؟ رد عليها وقال لها انه كان لازم يموت لو فتح باب المقبره بتاعه اللورد القديم، لكن من الواضح ان مش هو اللي فتحها وان المستقبل اتغير، واوكتا دلوقتي هو اللي بيكتب المستقبل الجديد. فبترد ايكو عليه وبتقول له بقول لك ايه، انت كلامك معقد وانا مش فاهم منك حاجه، بس المره اللي جايه خلينا نعذب هاتوري. فقال لها المساله اللي بينك وبين هاتوري دي انت تحلها بنفسك. بتسيبه ايكو وبتمشي، وبنروح لاوكتا اللي بيكون نايم في ساحه المدرسه تحت شجره، وبيفكر لما كان في الميتم من 10 سنين قابل بنت صغيره قبل ما يمشي وكانت بتعيط، وعشان توقف عياط عطاها دبوس شعر غالي، وقال لها انه هيقابلها لما تكبر وهيعرفها لو فضلت لابسه الدبوس ده. بيقطع تفكير سوكا اللي بتيجي تقعد جنبه بتقول له انت عيد ميلادك امتى؟ فقال لها انه ما يعرفش عيد ميلاده الحقيقي امتى، ولكن هو اعتبر ان عيد ميلاده اول يوم دخل فيه للميتم. وهي بتتكلم بيشوف اوكتا دبوس في شعرها هو نفس الدبوس اللي عطاه للبنت الصغيره قبل كده. فبيسالها اوكتا واحنا ما تقابلناش قبل كده واحنا صغيرين؟ فقالت له سوكا انها مش فاكره، وقال لها على الحوار اللي حصل من 10 سنين ده، وسالها هي جابت الدبوس منين؟ فقالت له ان هي برضه مش فاكره. وبتكمل كلامها معاه وبتقول له انا على العموم كنت جاي اعزمك على عيد ميلادي في نفس الوقت ده، ولكن عند ايتو كانت في المكان اللي فيه التنين بيتر. كانت قاعده ولسه بتفكر ازاي هتخلي اوكتا خاضع عليها، وبتتفرج على الوحش اللي في الميه، وبتلاقي بيضه وحش كبيره فبتاخدها، لكن بيدخل عليها بيتر في الوقت ده وبيسالها بتعملي ايه؟ فهي قالت له ان اوكتا صح الوحش اللي فوق الارض. فهي نزلت هنا علشان تشوف اذا كانت الوحوش اللي تحت الارض صحيه ولا لا، وبالفعل بتطلع توقعاتها صح لانهم بيكونوا صحيين. فبيقول لها بيتر في الوقت ده ان دلوقتي بعد استيقاظ السيد واللي هو اوكتا الوحوش كلها صحيت معاه، والوحوش دي قوتها جامده جدا. في اليوم اللي بعده بيكون اوكتا وميو وسوكا وكورني متجمعين مع بعض، وكان اوكتا وميو بيتفرجوا على التلفزيون وبتعرض اخبار عن الوحش والبطل اللي لسه طالع جديد، والبطل ده بيكون اسمه شجاع ومحدش يعرف هو مين. وكانت سوكا وكورني قاعدين ورا، وسوكا بتاكل الرز اللي بتعمله كورني. بعد ما بتخلص بتقول ان هي هتروح تنام، ولما
بتمشي بيسال اوكتا هي ليه سوكا على طول بتغيب من المدرسه، فبيقول له ميو ان الكل بيكون شايفها سخيفه وملهاش اي لازمه علشان مش بتمتلك اي قوه سحريه. اتنرفز اوكتا جدا وقال لهم ان مش مصدق ان الناس اللي هتحكم البلد في المستقبل بتحكم على الناس من مهاراتها السحريه. بيقعد اوكتا وكورني يتناقشوا عن قوه السحر وازاي بتيجي، واوكتا بيتنرفز وبيقول ان عايز يكون له منصب عالي علشان يغير العالم لمكان افضل، وميو كان قاعد بيتفرج عليهم. وبعد ما بيمشي ميو بيقعد يفكر في كلام اوكتا، وهو ده نفس الكلام اللي قاله اللورد الشيطاني من 100 سنه، وان ميو بصفته دراع اوكتا اليمين لازم يكون فرحان. بنرجع تاني لاوكتا وبينزل من السكن بتاعه بيروح المدرسه، ولما شاف سوكا راح لها وقال لها تعالي معايا. سالته احنا هنروح على فين؟ قال لها علشان هنحضر الحصص النهارده. ولكن في ثواني بنت الجنيه اتبخرت من المكان. لما بيرجع بالليل وبيحكي لكورن اللي حصل قالت له ان المفروض ما يجبرهاش، وهي لو عايزه تحضر فهتحضر. وتاني يوم بيكون اوكتا قاعد في المدرسه وبيلاقي سوكا جايه له بتقول له ان هو لازم يحضر عيد ميلادها، لكنه بيتجاهلها وبيقول لها ان هو مش عايز يمشي مع بنت الكل بيتريق عليها ومش هيخليها تحط الرز في اوضته تاني. واوكتا بيكون بيعمل كل ده علشان يحاول تخليها ترجع تحضر الحصص. لما بيحس ان هي زعلت قعد يقول لها لا خلاص عادي تقدري تعملي اللي انت عايزاه، لكن هي فاجئته قالت له ان كلامه صح وهي بتكون مبسوطه عادي. بعدها بيقابل اوكتا هاتوري، ولما شافت اللي حصل ما بينه وما بين سوكا قالت له ان هو ما يضغطش عليها، وهو قال لها فعلا انه شايف ان الاجبار مش هيجيب اي نتيجه. بعد كده قالت له هاتوري ان هي مش هتقدر تساعده وسابته ومشيت. لما روحت هاتوري للسكن بتاعها فضلت تتخانق مع نفسها بسبب طريقتها معاه، وانها محرجه لانها ما زالت بتفكر في عرض كورني بتاع الجواز. بنرجع تاني لقيته لما اخذت البيضه وراحت تقعد مع راس اخوها بتفضل تحط السحر بتاعها على البيضه علشان تفقس، ولكن ما بتفقسش برضه، فسابت البيضه ونامت. وبعدين دخلت سوكا وهي متخفيه واخذت البيضه ورجعت للسكن علشان تعمل عليها رز. لما بتصحى ايتو بتدور على البيضه، ولكن اخوها بيقول لها ان البيضه بدات تطير وخرجت من الشباك، وهي عرفت على طول ان سوكا اللي اخذتها. وبنروح عند سوكا اللي كانت قاعده مع كورني واوكتا وكانوا متفاجئين بحجم البيضه، ولما بيمسكها اوكتا البيضه بتتحول لحجم اكبر. فجاه بتفقس وبيخرج منها فرخه كبيره وبيطلع وحش سحري، وكان بيحاول اوكتا ان هو يهرب منه. بعدها بتيجي ايتو الملاك وبتقول لهم ما يليوش ان هي كانت جايبه الوحش ده علشان خاطر اوكتا، ولكن في لحظه الوحش ده بينقض عليها وبيفضل ينقر فيها، ولما بيدافع اوكتا عنها بقوته السحريه بيزيد حجم الوحش وبيطير لبعيد. لما الناس بتشوف كده بيفضلوا يصرخوا وهم مرعوبين، وميو لما شاف اللي حصل اخذ وضع الشجاع ولبس بدلته السحريه وراح علشان يموت الوحش ده، والناس كانت مبسوطه وفرحانه ان الشجاع جه علشان ينقذهم. بعد ما بيخلصوا الحوار ده بيروح تاني يوم اوكتا ريري وبيقول لها ان في مشكله ان هم انتجوا وحش، بس ريري بتقول له ان دي مش مشكله كبيره وبما ان مفيش اي ضرر جامد للمدرسه فخلاص عادي. فبيشكرها اوكتا، ولما بيطلع من المكتب بيقابل سوكا وقالت له ان هي خلاص هتحضر الحصص تاني. بعد ما بتمشي بيبص جنبه على الورق بيلاقي ان تاني يوم اجازه اصلا. في الوقت ده كانت هاتوري قاعده مع كورني وبتسالها اذا كانت بتتكلم جد في موضوع الجواز ده ولا لا. كورني قالت لها ان هي كلمت اهلها وهم موافقين وهيحددوا ميعاد علشان يتقابلوا مع اوكتا. في الوقت ده هاتوري اتصدمت لان كورني عملت كل ده من وراها وما كانش حد عارف اي حاجه. بعد كده كانت هاتوري في المدرسه بتتكلم مع اهلها علشان اجتماع الزواج، ولكن اهلها بيقولوا لها ان اوكتا من اتباع الكوره ولو عايز ينضم للعائله بتاعت هاتوري لازم يكون من نفس معتقداتهم. وبيقول لها ابوها ان هو هيكون في انتظارهم. وبعد ما قفل السكه قعدت هاتوري تفكر هتقول ايه لاوكتا. فضلت تعمل حاجات غريبه في المدرسه وهي بتتكلم وترد على نفسها وكانها هي هاتوري واوكتا علشان تعرف تلاقي طريقه تقول بها الكلام ده في الاجتماع. فيا ترى الاجتماع ده هيمشي ازاي وايه اللي هيحصل مع اوكتا بعد كده، وهل ستثبت الاسطوره؟ كل ده واكتر هنشوفه في الجزء اللي جاي. فما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنساش تشترك في القناه وتدعي لاخواتنا في فلسطين بالنصر العاجل، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.